واش عمركم شي نهار كنتو واقفين قدام شي باب دار قديمة وحسيتو بالبرد كيطلع ليكم في الظهر وبالهوا كيتقال والصوت كيتقطع بحال شي حد كيتنفس وراكم؟ في ثقافتنا المغربية كاينين بحال هاد الاماكن اللي كتحمل اسرار وشي ديور كترفض انك تسكنها. واليوم غادي نسافروا معاكم لواحد المدينة عتيقة، نحكي لكم حكاية كريم وسلمى، واحد الزوجين شابين كيبحثوا على الأمان ولكن لقاو غير الرعب. حكاية دار كتعوي في الليل وكتحل أبوابها بوحديتها. ركزوا معايا، طفيو الضوء وتبعوا معنا. في واحد المدينة عتيقة وزناقي ديالها متشابكين بحال رتيلة وديورها شاهدة على قرون ديال التاريخ. كان واحد الشاب سميتو كريم، عمره 30 سنة، كان إنسان بسيط وباغي يتزوج من حبيبة عمره اللي سميتها سلمى. المشكلة الكبيرة اللي كانت مواجههم هي السكن، حيت الكرا كان غالي واللي كان رخيص إما مخرب أو في بلاصة بعيدة. كريم وسلمى بقاو أسابيع كيدوروا كيقلبوا، حتى واحد النهار مشى عند واحد السمسار معروف سميتو الحاج دريس. قال ليه كريم: يا الحاج، الله يسهل عليك، أنا عييت ما نقلب على الكرا، بغيت حاجة صغيرة ولكن بثمن معقول. الحاج دريس راجل كبير جالس كيفكر وشاف كريم بنص عين وقال ليه: كاينة واحد دار ولكن يا ولدي الناس كتهرب منها. كريم استغرب: علاش يا الحاج؟ واش فيها شي عيب في البني؟ الحاج دريس قال ليه: لا يا ولدي، البني مزيان والزليج اصيل والسقف عالي، ولكن كاينه شي حاجه اخرى اللي كيدخل ليها كيخرج من بعد شهر، والثمن ديالها اولدي النص اللي كتطلب. كريم فكر مزيان في الحاله الماديه ديالو وقال في بالو: هادشي كله خرافات ديال الناس اللي كتعجبهم الهضره. وقال للسمسار: يا الحاج، انا ما كنخافش من الهضره الفارغه، وريني الدار. ملي وصلوا للدار كانت بوحديتها في راس الزنقه وبابها كبير ديال الخشب منقوش ولكن اللون ديالو ولا باهت. دخل كريم لقى الوسط واسع والجدران مزوقه بالجليج القديم، ولكن الحاجه اللي لاحظها هي البروده. الجو كان صيف والصهد ولكن الجو الداخل كان بارد بحال الشتا. هو يسول الحاج دريس: علاش بارد لهاد الدرجه؟ قال السمسار وهو كيهز في كتافو: الله علم ولدي، يمكن حيت الحيطان غليظه. وقبل ما يسيني العقد وقف واحد الراجل كبير في السن، كان جالس قدام باب دارو وكيشوف فيهم. عيط على كريم وقال له: يا ولدي، يا ولدي، فين غادي تدخل؟ قرب ليه كريم: غادي نكري هاد الدار ان شاء الله عمي. الراجل الكبير شد في يد كريم وقال له: سمع مني، سمع مني يا ولدي، هاد الدار ما فيهاش غير الحيطان، فيها تاريخ وفيها ناس ما بغاش تمشي، ولا دخلتي ما تلوم غير راسك. كريم ابتسم وقال: الله يهديك عمي، هادشي كله اوهام. وقع كريم على العقد وخدا السوارت وهو كيسحب ليه ربح صفقة العمر، ولكن ما كانش عارف باللي هو اللي كان سلعة في هاد الصفقة. كريم خدا الدار هو وسلمى، ولكن واش كانوا مستعدين اللي غادي يعيشوه؟ بالمناسبة، إلا كنتوا أول مرة كتسمعوا ليا، مرحبا بكم في قناة صوت نسائي إما ستوري. ولكن دابا ركزوا معايا حيت اللي جاي أخطر. أول أسبوع كان عادي، كريم وسلمى بداو ينظفوا الدار ويغسلوا الجليج ويحاولوا يداويوا ريحة العفن اللي كانت كدور في الدار. ولكن في الليلة السابعة بدات الأمور كتعقد في الدار. كانت الساعة تقريبا 3 ديال الصباح. كريم وسلمى كانوا ناعسين وفي واحد اللحظة
سلمى فاقت مخلوعة، شدات يد كريم وقالت: كريم، شكون اللي كيمشي في السطح؟ كريم مسح عينيه وقال: شكون اللي غادي يكون؟ راه الباب مسدود والسطح ما كاينش فيه الدروج من برا. الصوت بقى غادي وكيتعاود، طق طق طق، بحال شي حد كيجر رجليه وكيقلب على شي حاجة. كريم وسلمى طلعوا للسطح، ساعة ما لقاو والو، غير الريح والقمر اللي كيضوي على السطح. هو يقول لسلمى: شوفي، راه ما كاين حد، غير تخيلتي. ولكن سلمى ما مقتنعاش وقالت ليه: انا سمعت صوت قريب من ودني، راني ما كنش كنتخايل. وفي الليله العاشره الامور غادا وكتزاد تعقد. كريم كان جالس كيقرا في واحد الكتاب، وفي واحد اللحظه الكاس ديال الماء اللي كان قدامه تحرك وحده وتقلب الماء وتخوى على الكتاب. وكريم وقف مصدوم وهو يقول: واش انا اللي درت هاد الشيء؟ شويه هو يتوعى من هاد الشيء اللي وقع. هو يخرج يمشي فاش يجيب الفوطه، وملي رجع لقى الباب ديال البيت الكبير اللي كانوا مخزنين فيه الحوايج تحل بشويه. دخل لقى كلشي في بلاصتو، ولكن حس بريحة غريبة، ريحة كتحرق النيف بحال الكبريت أو شعر محروق. ولكن الصدمة الحقيقية كانت يوم 15. سلمى كانت كطيب في الكوزينة، وفي واحد اللحظة سمعت صوت كيجي من تحت الأرض، من المطمورة القديمة اللي كانت مسدودة بالحجر. صوت بحال البكا ديال شي ولد صغير. سلمى طلت على كريم اللي كان في الصالون وغوتات: كريم، كريم، كاين شي حد لتحت. كريم جا كيجري وقال لها: فين؟ قالت ليه: هنا في المطمورة القديمة، كاين شي حد كيبكي. كريم قرب ودنو من الحجر، ما سمع والو، ولكن الأرض كانت باردة بزاف، باردة لدرجة الثلج. قال لسلمى: غادي نجيب واحد الفقيه غدا. هادشي ولا بزاف، الخوف ولا كيحكم الدار، وكريم قرر يجيب الفقيه. ولكن واش الفقيه غادي يقدر يحل اللغز، ولا الغموض غادي يزيد يكبر؟ إلا وصلتوا لهنا أكيد القصة عجبتكم، دعموني باللايك والاشتراك باش يوصلكم الجديد ديالي. ودابا الجزء اللي جاي هو اللي غادي يقلب القصة كاملة. في اليوم التالي وصل الفقيه، راجل كبير في العمر، لابس جلابة بيضة ومعه كيس فيه الريحان والعود وكتاب قديم. ملي دخل الدار وقف في الوسط وسد عينيه شوية وقال الكريم: هاد الدار ثقيلة. هو يسولو كريم وهو متردد: كيفاش يا سيدي؟ واش فيها جن؟ الفقيه قال: الجنون كيكونوا، ولكن هنا كاين الحق، كاين ظلم دار في هاد البلاصة. بدا الفقيه كيقرا وكيحرق البخور في كل زاوية، وملي وصل للباب ديال المطمورة وقف. الريحة اللي كان في يدو ولا لونو كحل، وهو يكمل قال: هاد الباب خاصو يتحل، هنا كاين السر. كريم قال: ولكن راه مسدود بالحجر من زمان سيدي. هو يجاوبو: خاصكم تحلوه ونشوفوا شنو كاين لتحت باش نعرفوا شنو كيوقع. كريم خدا الفاس وبدا كيهرس الحجر هو والفقيه، وبعد ساعة ديال الحفير تفتح الباب. الريحة اللي خرجت من المطمورة خلاتهم يسدوا نيوفهم، ريحة تراب قديم وريحة العفن. هبطوا بالضو، لقاو تحت الأرض بيت صغير وفيه تواب قدام مقطعين وحاجات ديال دراري الصغار، وواحد اللوحة مكتوب فيها تاريخ قديم. الفقيه شاف الحاجات وهو يقول: هاد الدار كانت ديال واحد العائلة في زمان الاستعمار. العائلة هربوا، ولكن سمحوا في وليداتهم الصغار، ما قدروش يمشيو معاهم وماتوا تحت الأرض، وجثثهم ما لقاتش الراحة. وهاد الأصوات اللي كتسمعوا
هي أرواح كطلب الحق وكتقول علاش حبستونا وعلاش سديتو علينا. كريم وسلمى بقاو مصدومين، ما كانوش عارفين بلي الدار كانت مبنية فوق مأساة. الفقيه قال هادشي ما ينفعش معاه الرقية، خاصكم تخرجوا من الدار وتخليهم في حالهم، وخاصكم تصدقوا شوية من الفلوس على أرواحهم وتقولوا ليهم الله يرحمكم، هاد الدار ليكم وحنا غاديين. كريم فهم بلي الثمن اللي كان رخيص كان ثمن غالي بزاف. شنو غادي يديروا؟ واش غادي يقدروا يمشيو بسلام من هاد الدار؟ كريم وسلمى من بعد ما صدقوا اللي وقع ليهم وتصدقوا على الأرواح قرروا يمشيو هذيك الساعة، وما خداوش حتى الأثاث، خداو غير حوايجهم الشخصية. ملي خرجوا من الباب كريم حس بشي تقل طاح من على كتافو. الفقيه بقى وراهم وقال ما ترجعوش لهنا، الدار ليها ماليها اخرين وانتوما ضيوف ما مرحبش بيكم. الجيران اللي شافوهم خارجين ما تعجبوش، والراجل الكبير اللي حضرهم في الاول قال لهم الحمد لله على سلامتكم، كنت قلتها ليكم ولكن نتوما شباب ما كتسمعوش. من داك النهار الدار بقات مهجورة، ولكن القصة ما كملاتش هنا. كاينين ناس اللي كيدوزو من قدام الدار في الليل كيقولوا باللي كيشوفوا الضو كيطفى وكيشعل وحده، وكاينين اللي كيقولوا باللي كيسمعوا نفس الأصوات ونفس الخطوات والبكا. كريم وسلمى تبدلوا بزاف من بعد هاد القصة، ما بقاوش كيهضروا بزاف على اللي وقع، ولكن كل عام في التاريخ اللي خرجوا فيه من الدار كيصدقوا بشوية ديال الفلوس ويدعيو لدوك الأرواح بالرحمة. كريم تعلم من هادشي اللي وقع ليه اللي الأرض ليها ماليها، وباللي كاينين شي حاجات في هاد الكون ما كتبانش ولكن القلب كيحس بها، والثمن رخيص كيكون من وراه ثمن غالي. هاد القصة كتعلمنا درس مهم في الحياة، هو الاحترام واجب لكل مكان وكل تاريخ، وكاينين شي أسرار حسن ليها ما تعرفش. إلا عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايكات ديالكم والاشتراك، وشاركوا الفيديو مع صحابكم اللي كيعجبهم الرعب. وبغيت نسولكم في التعليقات، واش عمركم دخلتوا شي دار حسيتوا فيها بشي غريب؟ كتبوا لي تجاربكم حيت كاينين شي اسرار خاصها تحكى. السلام عليكم.